فيلم النهاردة جرعة رعب نفسي هتخليك طول الوقت متوتر مترقب اللي هيحصل، حالة مش هتخرج منها غير لما الفيلم يخلص. كل اللي عليك تصبر في البداية حتى لو حسيت انك متلخبط شوية عشان تفهم وتستمتع في النهاية. بس قبل ما نبدأ الفيلم ياريت تدعوا لاخواتنا ان ربنا ينصرهم. بيبدأ الفيلم ببنت اسمها لي قاعدة بترسم قدام شباك أوضتها، بتلاحظ عربية واقفة بره البيت فبتخرج عشان تشوف عربية مين دي. ما بتلاقيش حد بس بتسمع صوت جاي من ورا البيت، بتمشي بحذر عشان تشوف مصدر الصوت. مرة واحدة بيظهر قدامها الراجل ده بيقول لها أهلا أهلا عصفورتنا اللي عيد ميلادها خلاص على الأبواب. لي بتبقى قلقانة منه جدا ومش عارفة مين الراجل ده. بعد كده بنروح للحاضر لما لي كبرت وبقت شغالة في الاف بي اي. القائد بيقول لهم مهمة النهاردة مختلفة، انتوا هتخبطوا على كل البيوت وتسألوا الناس لو كان حد شاف الشخص ده، وعشان احتمالية ان المشتبه فيه يكون مسلح فكل فريق هيتكون من 2. شد حيلكم وربنا معاكم. بتتحرك ليه مع زميلها اللي بيقول لها خليك انت في العربية وانا هخبط على الابواب. لما بينزل ليه بتتفرج على البيوت وبيلفت نظرها بيت معين، بتنزل تقف قدامه. زميلها بيجي يسألها في ايه، بتقوله ده بيت الشخص المطلوب. بيسألها عرفت منين، قالت له مجرد احساس ولازم نطلب الدعم. بيقول لها احنا مش شغالين بالاحاسيس، انا هروح اشوف الدنيا وانت استني هنا. بيخبط على الباب ويعرف نفسه انه من الاف بي اي. اول ما الباب بيتفتح بياخد طلقه في نص دماغه. ليه بتحاول تهدي نفسها وتقتحم البيت وتقبض على المجرم. بالرغم من نجاحها في القبض عليه الا انها بتتحول للتحقيق عشان يعرفوا هي عرفت منين ان ده بيت المجرم، خصوصا ان مفيش اي علامه مميزه عليه. وبيبداوا يعملوا لها اختبارات نفسيه كتير جدا عشان يحللوا شخصيتها ويشوفوا ازاي قدرت تتوقع البيت صح. بتتقابل مع براونينج وكارتر في العربيه، بيسالها ازاي قدرت في الاختبارات النفسيه تخمن الارقام 8 مرات صح. قالت له انها قصاد ده خمنتهم 8 مرات غلط. قال لها طب شايفه البيت ده كان عايش فيه عيله هورن لمده 12 سنه، عيله جميله ولطيفه مكونه من 4 افراد. لحد من شهرين اتقتلوا كلهم جوه البيت، بس الواضح انهم 3 جرائم قتل وحاله انتحار. الاب قتل مراته وولاده الاتنين وبعد كده انتحر. وفي رساله جنب كل الجثث مكتوبه بحروف مشفره، والخط مش بيطابق خط اي حد من الاربعه. فدلوقتي عندنا 10 رسائل مشفره ل10 عائلات مختلفه على مدار ال30 سنه اللي فاتوا، كلهم متوقعين باسم لونج ليجز او طويل الساقين. فعاوزك تبصي بص على ملف القضيه وتشغلي تخميناتك الحلوه وتعرفي ان ايه اللي خلى الابهات دول يعملوا كده في عائلاتهم. بياخدها المكتب عشان تبص على صور وادله القضايا. بتساله ايه المشترك بين العائلات دي، قال لها ان كلهم كان عندهم بنت عيد ميلادها بيوافق يوم 14 من اي شهر. وبيديها ملف القضيه عشان تبدا شغل. بتبدا ليه تذاكر ملف القضيه لل10 اسر اللي اتقتلوا وتشوف الجوابات المشفره دي وتحاول تشتغل عليها. بتذاكر كمان تقارير الطب الشرعي كلها وصور الضحايا وطرق تنفيذ الجرائم كلها في ال10 عائلات. بعد كده بتروح تقعد مع كارتر عشان توضح له اللي وصلت له. بتقول له انه مفيش اي علامات على اقتحام البيوت، كمان كلهم اتقتلوا بحاجات من البيت، حتى العيلتين اللي اتقتلوا ببندقيه كانت مرخصه باسم الاب. فلولا الرسائل اللي سابها طويل الساقين كنا قلنا انه مش موجود اصلا جوه البيت. كانه بيقول لهم يعملوا ايه في نفسهم وهم بينفذوه. بتوصله بيته لانه بيبقى سكران ومش قادر يسوق. بيعرفها على مراته انا وبنته روبي اللي بتعزمها على حفله عيد ميلادها. بعد كده بتروح بيتها اللي عايشه فيه لوحدها، وقبل ما تدخل بتبقى قلقانه جدا وبتحس ان في حد بيراقبها، لكنها بتدخل البيت وتقفل على نفسها كويس. بتكلم مامتها تطمن عليها وهي بتكلمها بتسمع حركه بره البيت، ومره واحده الباب بيخبط بجنون. ليه بتقفل مع مامتها وتاخد سلاحها وتروح تشوف مين عند الباب. ما بتلاقيش رد، بس بتشوف من الشباك حد قاعد بره بيتها في الضلمه. بتخرج جري بسلاحها عشان تشوف مين اللي بره وهي مرعوبه ومتوتره. برضه ما بتلاقيش حد. بترجع بيتها بحذر وهي قلقانه، وهنا كانت المفاجاه. بتلاقي حد سايب لها رساله على المكتب. ليه بتفتح الرساله بتلاقيها صوره دبدوب ماسك رقم 9، وفي الظهر رساله مشفره بتوقيع من طويل الساقين. وبتفهم ليه انه كان هنا والرساله دي مبعوثه لها بشكل شخصي. بتحاول تفك الشفره وفعلا بتنجح في كده، وبتلاقيه بيقول لها فكري بس تدوسي في القضيه دي وتمشي فيها وانا هحزنك على امك. ليه بتتوتر جدا وبتترعب من الرساله. بيجي لها مكالمه من زميلها انها تيجي على بيت معين حصلت فيه جريمه. بتروح على البيت وبتقابل كارتر اللي بيقول لها ان القاتل هو طويل الساقين لانه برضه ساب رساله مشفره. وبيستغرب ان ليه فكت شفره الرساله، ولما بيسالها بتقوله انها كانت شغاله طول الليل على الموضوع ده. وبيبقى الجريمه حصلت من حوالي شهر. الاب قتل مراته وبنته اللي برضه عيد ميلادها يوم 14 وهتتم 9 سنين، وبعد كده انتحر. والجثث بيبقى منظرها بشع جدا لانها بدات في التحلل. بتقعد ليه تذاكر القضايا تاني وتحاول تفك شفره كل الرسائل اللي سابها جنب الجثث. بعد كده بتقابل كارتر وتعرفوا ان القاتل عنده نمط معين، ان العيله لازم يكون عيد ميلاد بنتهم يوافق يوم 14،
14 وبينفذ الجريمة قبل يوم 14 أو بعده ب6 أيام بالظبط، زي ما حصل في أول جريمة عائلة كامر. الأب قتل مراته والكاهن اللي كان موجود في البيت بالصدفة، بعد كده قتل نفسه. لكن حظ بنته اللي اسمها كاري أن إنها كانت في المدرسة، عشان كده عاشت وموجودة دلوقتي في مستشفى الأمراض العقلية. وإن القاتل ذكر في كل رسايله بيت مزرعة عائلة كامر، فبيتحركوا على بيت عائلة كامر اللي بيبقى بيت فاضي ومهجور. وبعد شوية بحث وتفتيش في البيت المريب ده بيلاقوا عروسة مدفونة في صندوق تحت الأرض، شكلها مرعب جدا. بياخدوها على الطب الشرعي والدكتور بيقول لهم إنها مصنوعة بشكل يدوي، وجوه الراس كان موجود الكرة الحديد دي. لما فحصها ملقاش فيها أي حاجة مهمة غير إن بيطلع منها ذبذبات غريبة. ليه لما بتسمع الذبذبات دي بتبدأ تفتكر ذكريات غريبة جدا أول مرة تفتكرها، وما بتبقاش فاهمة حصلت إمتى ولا إزاي. بتروح هي وكارتر مستشفى الأمراض النفسية عشان يقابلوا كاري أن، وبيعرفوا من المدير اللي بقاله 8 سنين في المستشفى إنه من يوم ما جت وهي قاعدة على كرسي جنب الباب زي الصنم لغاية ما جالها حد زارها امبارح. وده غريب جدا لأن من 8 سنين محدش عبرها. بس الأغرب إن حالها اتبدل من ساعة الزيارة دي وبقت واحدة تانية خالص. لما بيشوفوا سجل الزيارات بيلاقوا اسم لي هاركر. ساعتها لي بتتصدم وبتفهم إن طويل الساقين هو اللي جه زارها وانتحل شخصيتها. بتدخل تتكلم مع كاري أن وتسألها عن أحوالها ولو كانت فاكرة الحادثة اللي حصل. قالت لها كنا عيلة جميلة وأهلي كانوا ناس زي الفل، لحد ما جالي عروسة غريبة كده، ومن ساعة ما دخلت بيتنا وأهلي اتجننوا وبقوا ناس تانية خالص، وتصرفاتهم بقت كلها غريبة ومرعبة ومهتمين بالعروسة دي. ويوم الحادثة أنا كنت في الجنينة وما رحتش المدرسة، وشفت أبويا وهو بيقتل الكاهن، بعد كده قتل أمي وقتل نفسه. ليه بتسألها مين اللي زارها امبارح بتفضل تلوعها في الكلام ومش بتقول حاجة مفيدة، لكنها بتلمح إن ليه تعرفه كويس قوي بس هي مش فاكراه. ليه بتتوتر جدا من الكلام ده وبتمشي. بتروح تقعد مع كارتر وبتقول له أكيد في حاجة ناقصة، زي إن إحنا مش عارفين العروسة دي بتشتغل إزاي. أصل زمان كانوا بيستخدموا العرايس في السحر والسيطرة على الناس. قال لها أنت عبيطة وهيقتلهم إزاي بقى؟ بالبلوتوث. بصي يا لي، القاتل ده يعرفك بشكل ما. أنا دعبست وراكي وعرفت إن عيد ميلادك يوم 14 وقبل عيد ميلادك التاسع بيوم أمك كلمت الشرطة وقالت لهم إن في راجل غريب بيحوم حوالين البيت ووصفت شكله. كل المطلوب منك تروحي تزوري مامتك وتحاولي تعرفي منها أي معلومات عن الشخص ده. ليه بتروح تزور مامتها وبيبقى البيت منعكش ومتبهدل ولا الخرابة، ومامتها في حالة غريبة كده كأنها تايهة ومش دريانة بحاجة. لما بتسألها عن عيد ميلادها التاسع والراجل اللي كلمت الشرطة عنه، قالت لها إن محدش زارهم وهي نسيت كل حاجة عشان مصلحتهم، لكنها محتفظة بكل حاجة في أوضتها. ليه بتروح أوضتها تفتش في حاجتها القديمة. ساعتها بتشوف صورة شخص معين وبتفتكر شكل القاتل ده. وده هيرجعنا لأول مشهد في الفيلم، ليه لما خرجت من بيتها قابلت طويل الساقين. مش بس كده، دي كمان صورته وفضل يتصرف تصرفات مريبة جدا ويغني ويصرخ بصوت عالي. فبترجع لكارتر وتديله صورة القاتل وتقوله إنها لقت صورته في وسط حاجتها لكنها مش فاكرة أي حاجة تخصه. بتتحرك قوة وتقبض على القاتل ده اللي بيستسلم بمنتهى السهولة. بعد كده براونينج بتعرض فيديو للقاتل اللي بيبقى اسمه دايل كوبر وهو بيتحقق معاه، لكنه ما بيجاوبش على أي سؤال. بيفضل يسأل على ليه وبيقول إنه عاوز يشوفها وبيهنيها بعيد ميلادها، ويفضل يغني بطريقة موترة جدا ومرعبة. كارتر بيخلي كل اللي في الأوضة يخرج وبيقعد يتكلم هو وبراونينج وليه. براونينج بتقول لها إن الشنط اللي كانت معاه مليانة ورق مكتوب فيه نفس الحروف المشفرة دي بشكل شيطاني لأنه أصلا بيعبد الشيطان. ليه بتقول لهم كوبال مش لوحده، أكيد في شريك بيساعده عشان ينفذ مخططه الشيطاني ده ويعرف يقتل العائلات، وأكيد الشريك عارف العيلة اللي عليها الدور. كارتر بيقول لها إنه تحت إيدهم ومش هيعرف يعمل حاجة، هي بس تروح تحقق معاه بنفسها. ليه أول ما بتدخل عليه الأوضة بيفضل يعيط بشكل غريب جدا ويقول لها أهلا بالبنت اللي عيد ميلادها خلاص على الأبواب، وبيفضل يقول كلام كتير غريب بشكل مرعب، وده بيوتر ليه جدا لكنها بتحاول تتماسك. لما بتسأله عن شريكه اللي بيساعده ما بيقولش أي حاجة مفيدة غير إنها تسأل أمها. بيخلص كلامه ويبدأ يخبط راسه في الترابيزة بطريقة مرعبة جدا لحد ما مناخيره تتكسر ويموت. ليه بتترعب وتفضل تصرخ من المنظر. كارتر بيزعق معاها إن الراجل كان في إيدهم وما استفادوش حاجة عشان هي شاغلة بالها بالشريك والبتنجان، وإن كاري أن نطت من سور المستشفى وانتحرت، وأكيد هو أمرها بكده زي ما أمر العائلات اللي قبل كده ومن غير شريك ولا زفت. براونينج بتروح مع ليه بيت أمها عشان تفهم الكلام اللي كوبال قاله. براونينج بتستنى في العربية وليه بتدخل البيت لكن ما بتلاقيش أمها، وبتلاقي باب القبو مفتوح، ومرة واحدة بتسمع صوت ضرب نار. بتبص من الشباك بتلاقي أمها ماسكة بندقية في إيديها وقتلت براونينج. بتطلع تجري وراها وتطلب منها ترمي البندقية. بتلاقيها واقفة قدام عروسة شبهها بتقول لها إن كوبال خلاص مات والموضوع خلص. أمها بتضرب العروسة بالنار في راسها. ساعتها بيخرج دخان أسود من راس ليه وبتحس بدوخة جامدة جدا وتقع على الأرض وتبدأ تفتكر. ركز معايا بقى عشان تفهم علاقة ليه وأمها بكوبال. ليه وأمها اللي كانت شغالة ممرضة كانوا عايشين لوحدهم في بيتهم، لا حد بيزورهم ولا بيعبرهم.
تزورهم، لحد ما في يوم زارهم راجل غريب جدا ومعاه عروسة، قال لها ان دي هدية من الكنيسة بمناسبة عيد ميلاد ليه، لكن في الحقيقة هو اللي بيصنع العرايس دي وبيعمل تعويذة شيطانية في راس العروسة، بعد كده يوديها هدية، وبمجرد دخولها البيت بيسيطر على اللي موجودين وتخليهم يموتوا بعض. وكان جايب برضه عروسة ليه، لكنه قدر يسيطر على امها ويعمل معاها اتفاق انه مش هيموت ليه، وفي المقابل هي هتساعده، وتحولت من ممرضة لست بتساعده في قتل الناس. بتخبط على الباب وهي في ايدها الكتاب المقدس ومعاها هدية، وبتفهم الناس انها مبعوثة من الكنيسة، وبتعمل كده بناء على اوامر الشيطان. كل اللي عليها تدخل العروسة البيت وهي هتقوم بالباقي، هي بس تقعد وتتفرج. وبعد كل مرة بتعمل كده كانت بتحس بالقرف من نفسها وتدخل في حالة ذعر. ليه بتفوق تلاقي نفسها نايمة في قبو البيت اللي كان متحول للمكان اللي بيصنع فيه كوبا العرايس بتاعته. بتسمع التليفون بيرن، بترد تلاقي صوت مرعب بيقول لها فاتك عيد ميلاد روبي اللي هي بنت كارتر. بتطلع جارية على بيت كارتر اللي بيستقبلها هو ومراته بترحاب. بتدخل تلاقي امها جوه وروبي قاعدة جنبها العروسة اللي شبهها. بتحاول تفهم كارتر ان دي امها وهي شريكة كوبل، بس خلاص فات الاوان. هو ومراته بقوا تحت تأثير السحر اللي في العروسة وبيتصرفوا بشكل مريب جدا. بياخد مراته ويدخلوا المطبخ. ليه بتسأل مامتها ليه بتعمل كده، كوبل خلاص مات. بتقول لها ان ده لمصلحتها زي ما طول عمرها كانت بتعمل كده لمصلحتها، ومش هتوقف اللي بتعمله لإما هما الاتنين هيتدمروا. كارتر بيخرج من المطبخ في ايده سكينة وغرقان دم بعد ما قتل مراته. بيجري ناحية ليه لكنها بتضربه بالنار. امها بتطلع سكينة وتحاول تقتلها، بس ليه بتضربها طلقة في نص دماغها تخلص عليها. بتقوم روبي من جنب العروسة وتيجي تضرب نار عشان تدمر العروسة وتفك السحر. بتلاقي سلاحها فاضي، فبتفهم انها مش هتقدر تفك السحر ده، وبتاخد روبي معاها وتمشي. وبس كده خلص الفيلم. والله هي دي النهاية. وفي النهاية لو عجبك الفيلم دوس لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الملخصات الجديدة. ولو في فيلم معين عاوزنا نلخصه ما تنساش تكتبه لنا تحت في الكومنت.